اخواتي الحلوين، مبدئيا كده لو انت اول مره تشوف قناتي فانت فايتك كتير قوي، وانصحك دلوقتي تقوم تعمل لك كوبايه شاي متينه وركز معايا علشان جايبه لكم النهارده فيلم من العيار التقيل، فيلم فاخر من الاخر، حاجه كده واو. بس علشان تستمتعوا معايا بالملخص الجميل ده فانتوا لازم تكملوا معايا للنهايه، والاهم من ده كله انك تصلي على النبي، وكمان تعملي لايك واشتراك في القناه. وقبل ما ابدا فيلمنا احب اقول لكم وحشتوني كتير وبس كده. وفيلمنا بيبدا معانا بمحقق الشرطه اللي اسمه سيمون، وساعتها بيدخل عليه هنا جونيو بيقول له انا عمري ما تخيلت ابدا انك تتخلى عن القضيه، انت من اكفأ الضباط هنا. فبيقول له سيمون القضيه دي اول قضيه بتتعبني وما عرفتش احلها خالص، والقضيه دي انا تعبت منها قوي، علشان كده انا قلت اسيبها. وتعالوا مع بعضينا كده نرجع لورا شويه عشان نعرف ايه سبب الكلام ده كله. وده بيكون الصحفي هنا فيجو، وبيفتح ساعتها هنا بث مباشر من حساب الفيسبوك بتاعه، وبيحكي ساعتها عن الوضع السياسي بتاع دلوقتي، وبيقول هنا ان في مظاهرات كبيره قوي بتحصل، والشعب ساعتها كله بيطلب هنا ان اسقاط نايدو، وبتكون المظاهرات دي خطه من خطط فارما، لانه كان عاوز هنا يبقى رئيس الوزراء بدل جي كي. ورغم ان جي كي هنا بيكون لسه ميت من كام ساعه، لكن ساعتها هنا دماغ فارما هنا ما كانتش بتوقف تفكيره عن الخطه اللي هو عايز يعملها. وبيوصل هنا جي ومراته ساتيا، وكانت جايه هنا علشان تحضر ساعتها جنازه باباها. وساعتها ساتيا هنا بتأمر فارما ان براهيم هنا ما يدخلش خالص لباباها، وبيكون براهيم ده هو الدراع اليمين لجي كي، وكان جي كي هنا بيعتبره زي ابنه بالظبط، وكان معاه كل اسراره، علشان كده ساتيا هنا كانت بتكرهه قوي. لكن ساعتها براهيم هنا بيوصل، وما كانش حد هنا بيقدر ان هو يمنعه، حتى الشرطه ما قدرتش. وبنلاحظ هنا ان الناس كلها هنا بتحبه قوي. وبيروح هنا براهيم عند جثه هنا جي كي، وبيفضل يعيط هنا ويفتكر لما كان طفل صغير، وجي كي هنا كان عمال يحضنه، وبيقول له هنا ان هو زي باباه. وساعتها بيكون متاثر قوي، بس ساتيا هنا بتكون متعصبه منه. وبيجي فارما ساعتها وبيقول لابراهيم الناس كلها متوقعه ان انا ممكن اخد مكان جي كي، لكن انا عاوزك انت اللي تدعمني. لكن ساعتها براهيم هنا بيبص له بقرف، وساعتها يقول له معاك حق فعلا مش وقته الكلام ده. وبيمشي براهيم هنا وبيفتكر ساعتها ذكرياته هنا مع امه اللي فهمته ان جي كي ده يبقى ابوه، بس حذرته هنا ان هو ما يقولش لحد ابدا، ويفضل الموضوع ده سر بينهم. وتاني يوم بياخد جي هنا فارما علشان يقابله ابدول الدراع اليمين للوك، وده راجل غني جدا وكان بيتاجر هنا في اي حاجه ممنوعه وصعب جدا الوصول ليه. وفارما ساعتها بيخاف هنا من رجاله لوكس قوي، والمنطقه اللي هو كان عايش فيها دي كان حتى الشرطه ما تقدرش ان هي تدخلها. بس جي هنا بيقول له ان لوكس هو اللي هيمولنا علشان نقدر هنا نقوي الحزب بتاعنا، وكمان هيدعمك علشان تبقى مكان جي كي. وفعلا بيروحوا هنا وبيقابلوا ابدول، وبيقول جي لابدول هنا انتوا معاكم المال واحنا معانا السلطه، خلينا نتحد مع بعض ونكسب ملايين. بس ابدول هنا بيقول انا هستفاد ايه لو انا اديتك فلوس؟ فبيقول له جي ان انت هتستفاد ان انا احميك وهقدر اسهل لك كل امورك، واخرج لك وادخل لك اي نوع مخدرات بره او جوه البلد، وكمان هسهل لك كمان بيع اي نوع مخدرات، ومش هخلي حد خالص يقف حتى في طريقه، لا الصحافه ولا الشرطه ولا اي حاجه خالص. ووقتها ابدول بيقولوا انت متاكد انك عاوز تتعامل هنا مع لوكس؟ فبيقول له جي ايوه، وما تضيعش وقت بقى واتصل بيه بسرعه. فساعتها هنا بيقول له ان لوكس سامعك وشايفك اصلا، وبيفتح شاشه هنا وبيظهر فيها ساعتها لوكس، وبيقول له لوكس انت عاوز كام؟ فبيقول له جي هنا ان هو عاوز 750 مليون كل شهر. فبيقول له لوكس وانا عاوزك تؤمر رجالتك ان هم يبنوا مصنع مخدرات علشان يسهل علينا شغل، موافق ولا لا؟ لكن جي ساعتها هنا بيوافق بكل ثقه. ساعتها بيمشي فارما هنا وجي، وساعتها بيكون فرحان قوي فارما، وبيشكر هنا جي، وبيقول له انا هخليك كمان دراع اليمين، وبيديله ساعتها ورقه هنا وبيقول له خد شوف اللي انت عاوزه، عايز تبقى وزير ايه وانا هخليك في المنصب اللي انت تحبه. بس جي ساعتها هنا بيضحك بكل هدوء وبيقطع الورقه، وبيقول له انت مفكر ان انا قتلت جي كي علشان انت اللي تبقى رئيس الوزراء؟ انت عبيط. وهنا فارما ساعتها بيتصدم وبيقول له يعني انت اللي قتلت جي كي علشان تبقى رئيس الوزراء؟ فبيقول له جي انا كنت شغال معاه هنا لحد ما هو عرف السرقه والنهب اللي كنت بعملهم باسمه هو، فساعتها قرر ان هو يتحداني وطرد رجالتي علشان كده انا قتلته. فبيقول له فارما طب وساتيا هتوافق انك تبقى رئيس الوزراء ازاي يعني؟ فبيقول له جي ما تقلقش، كل السياسيين دلوقتي اللي بيشتغلوا لحسابي زمانهم قاعدين معاها وبيقنعوها ان انا انسب واحد للمنصب ده. وبالليل بيروح جي هنا البيت، وبيطلع ساعتها ويطمن هنا على ساتيا، فبيلاقيها ساعتها سرحانه. اول ما بتشوفه كده بتقول له انت انسب واحد اللي انت تكون مكان بابا، حتى الوزراء كلهم شايفين كده. فبيقول لها جي ارجوكي يا ساتيا انا مش قد المسؤوليه دي، وكمان فارما هيزعل مني وانا ما بحبش ازعل حد مني. لكن ساتيا ساعتها بتقول له ارجوك توافق، وكمان فارما مكلمني دلوقتي وقايل ان انت انسب واحد علشان تقدر تنافس براهيم. فبيقول لها جي انا هقبل بس علشان انتقم لك من براهيم ده. وساتيا ساعتها هنا بتشكره، وجي ساعتها بيقول لها انا جبت لاختك جانفي هنا الكتاب اللي هي طلبته. فبتقول له ساتيا شكرا قوي انك مهتم بينا، حتى مهتم باختي. وساعتها بيقول لها ما تقوليش كده، جانفي برضو اختي زي ما هي اختك. وبيروح جي هنا يدي لجانفي الكتاب، والصدمه بقى لما بتفتح هنا الكتاب وساعتها بنلاقي فيه هنا فيه مخدرات علشان هي كانت
كانت مدمنه اصلا، وده بسبب جي. وبيحاول جي هنا ان هو يتحرش بيها، بس هي بتزق هنا وبتقفل الباب. وتاني يوم بيتكلم فارما هنا مع جي عن خطوره براهيم، وبيقول له ان جي كي كان بيحميه، بس لما مات جي كي هنا اكتشف ان براهيم هو اللي كان بيحميه، خصوصا ان براهيم كان عنده شعبيه كبيره قوي والناس كلها بتحبه ومشهور هنا من 6 سنين، واحنا لازم نستهونش بيه ولا حتى بالمنصب بتاعه، ويا ريت نضمه لينا كمان علشان نضمن ان هو ما يتعبناش. وعلشان كده بيقرر جي ان هو يجيب براهيم المكتب علشان يتكلموا معاه. ولما بيدخل براهيم المكتب هنا بيحزن قوي، لان جي كي اللي كان بيبقى قاعد على الكرسي ده اللي كان موجود عليه هنا فارما، لكن هنا ساعتها بيدخل وبيرحب بيه فارما، وساعتها بيبلغوا ان الحزب كله شايف ان جي هو المناسب للمنصب ده. لكن براهيم بيقول له تقصد ان الحزب كله خد فلوس مش موافق. فبيضحك فارما هنا باحراج وبتوتر كمان، وبيقول له لا طبعا جي فاهم كويس قوي في السياسه، حتى هو استغل هنا علاقاته وقدر ان هو يجيب لنا تمويل من ناس فتنا كتير. فبيقول له براهيم تمويل من مين بالظبط؟ فبيقول له فارما هنا من شركه ادويه. لكن براهيم ساعتها بيقول له تقصد مخدرات صح؟ وهنا بيتكلم جي هنا بكل غرور وبيقول له ايوه مخدرات، هو انت مفكرني يعني هخاف منك؟ فبيقول له براهيم المخدرات دي مهنه قذره، وانا كده فهمت اللعبه اللي انت بتلعبوها، وانا الوحيد اللي هقف قصادكم ومش هسيبكم ابدا تتهندوا باي حاجه. لكن فارما ساعتها هنا بيوقفه وبيقول له استنى بس يا براهيم، احنا ممكن نديك اللي انت عاوزه، عاوز بيت، عاوز فلوس، عاوز سلطه. لكن براهيم ساعتها بيقول له انا مش عاوز اي حاجه، انا عاوز النظام يمشي صح. وبيمشي ساعتها هنا وبيسيبهم. علشان كده ساعتها بيقرر جي ان هو يعمل اجتماع ل 140 وزير وعضو مجلس كمان شعب ونواب ورجاله سياسه كتير قوي، وساعتها هنا بيدوهم فلوس كتير قوي علشان كلهم هنا يقفوا جنبه. وفعلا بيتم هنا الاجتماع وكلهم ساعتها بيبقوا موافقين هنا. لكن الاخبار ساعتها بتوصل هنا لبراهيم، فبيروح هنا وبيركب عربيته وبيمشي. وفي الوقت ده هنا في الاجتماع بيكون دون ده واحد من رجاله براهيم، وكان موجود هنا في وسط الاجتماع اللي كان عامله هنا جي. لكن جي ساعتها هنا بيكتشفه وبيقوم هنا يهدده بالقتل. فساعتها دون هنا بيخاف، وجي ساعتها بيقول له ان هو يتصل براهيم ويفتح السبيكر. فبيرد عليه براهيم هنا وبيقول له دون ان جي كشفني. فبيقول له براهيم بكل ثقه هو كمان انكشف. ووقتها بيقوم 100 واحد هنا من اللي كانوا قاعدين وكلهم بيقولوا احنا مع براهيم. وبيتصدم ساعتها جي وبيخاف ساعتها هنا. فبيقول لهم فارما ازاي هتبقوا مع براهيم وانتوا واخدين مننا فلوس؟ فبيقول له واحد منهم علشان براهيم قال لنا نعمل كده. وساعتها بيمشوا كلهم هنا، وهنا بيخاف جي قوي لانه ما كانش متوقع قوه براهيم دي كلها. وفي الوقت ده براهيم هنا بيوصل لمكان مصنع المخدرات اللي بيكونوا فيه رجاله دول، وبيقدر هنا بكل ثقه ان هو يتغلب عليهم وكمان بيواجههم وبيقتل منهم ناس كتيره قوي، وناس اكتر هنا كانت عماله تتصاب. والمكان كله هنا بيتحول ساعتها مقبره هنا جماعيه. ووقتها بيروح كوكي هنا سواق براهيم وبيحكي كل حاجه اللي براهيم عملها هنا لجي وفارما، وان براهيم خلص عليهم كلهم. فبيخلي جي هنا فارما هنا يتصل بالشرطه علشان تروح هناك وتشوف الجثث ويضمن ان براهيم ساعتها يتحبس وياخد اعدام. لكن لما الشرطه ساعتها بتروح مش بتلاقي اي حاجه، وبيكون المكان ما فيهوش ولا نقطه دم واحده حتى. ولما بيسمع فارما الخبر بيعرف ان براهيم هنا ضحك عليه وبيلعب بيهم كمان. فبيكون جي هنا متعصب قوي وبيروح هنا يقول لساتيا ان براهيم بيحاربه وكمان عاوز ياخد مكان باباها. ووقتها هنا ساتيا بتروح تعمل يوجا وبتفتكر زمان لما باباها دخل عليهم هنا براهيم علشان يعيش معاهم، بس امها ساعتها رفضت وزعقت وقالت الولد ده مش هيتربى مع بنتي ابدا ولا يدخل بيتي، انا بكرهه، يا ريته يموت هو وامه. ووقتها جيكي ساعتها هنا بيضربها بالقلم، فهي بتحاول ان هي تضرب ساعتها براهيم، لكن رجليها بتتزحلق هنا ووقعت على دماغها وماتت. لكن قدروا ان هم ينقذوا الجنين اللي في بطنها، واتولدت ساعتها هنا جانفي. وقررت ساتيا ساعتها بسبب موت امها ان براهيم ما يعيش معاهم ابدا، وفضلت طول حياتها هنا تكرهه وشايفه ان مامتها ماتت بسببه. وتاني يوم بتروح ساتيا مع جي وفارما هنا اجتماع الحزب اللي هم عاملينه اللي بتاع براهيم علشان تتكلم مع الناس وتقنعهم باحقيه جي هنا جوزها للمنصب ده. بس كل الموجودين ساعتها بيعارضوها لانه ما ينفعش تتكلم علشان هي مش واحده من حزبهم، والحل الوحيد ان هي تتكلم وان هي تاخد مكان باباها الاول، غير كده لا. وبالظبط ده اللي بيكون هنا براهيم عاوزه. وساعتها بيقعوا هنا في الفخ وبتاخد ساتيا هنا مكان باباها. وبيكون جي هنا مفكر ان كده هو انتصر على براهيم وما يعرفش ان براهيم هو اللي انتصر عليه. وبيرتاح براهيم هنا وبعدها بيمشي. ساعتها بيقول انا متاكد ان ساتيا هتنجح في اول اختبار ليها بالرغم ان هي بتكرهني، بس لاول مره كرهها ده بيكون مفيد لي انا. وبيمشي براهيم وبيروح ساعتها الملجأ الايتام وبتاع الارامل كمان اللي هو كان عامله هنا علشان يساعد كل المحتاجين. وكان في بنت هنا اسمها لاكشي وكانت لسه هنا مخلفه، وكان براهيم هنا مسمي بنتها هنا على اسم اخته ساتيا. لكن فجاه هنا لاكشي بتعيط وبتقول لبراهيم ان هي عاوز تمشي، وحاول كتير قوي براهيم ان هو يقنعها ان هي تفضل في الملجأ بس هي مش بتوافق. وبيديها ساعتها براهيم هنا فلوس وبيقول لها لو احتجتي اي حاجه كلميني. وساعتها لاكشمي هنا بتمشي وبتستنى هنا كوكي بره في مكان بعيد، وفعلا كوكي هنا بياخدها بالعربيه بس لاكشي هنا بتعيط وبتقول له انت ليه
ليه اجبرتني ان انا اخدع الراجل الطيب ده؟ هو ما عملش فينا حاجه. كوكي ساعتها بيقول لها لازم اعمل كده علشان افضل انا وانتي مع بعض على طول. وفي الوقت ده بتكون ساتيا هنا بتتخانق مع اختها جانفي لانها سحبت مبالغ كبيره قوي في الفتره اللي فاتت دي، وساتيا بتبقى عاوزه تعرف هي بتشتري ايه بالفلوس دي كلها، لكن جانفي ساعتها بتقول لها مالكيش دعوه واخرجي بره عشان انا تعبانه ومصدعه. وبيجي ساعتها جي هنا وبيقول لساتيا بلاش تتخانقي مع اختك، لكن هي ساعتها بتقول له ما تقفش جنبها ولازم اعرف هي الفلوس دي بتوديها فين. لكن جي بيقول لها طب روحي بس شوفي الاخبار بتتكلم عن ايه وانا هشوف جانفي مالها. فبتخرج ساتيا هنا وبيحاول جي ساعتها ان هو يقرب هنا من جانفي وبيقول لها انا الوحيد اللي هجيب لك المخدرات، بعد كده ابقي اطلبيها مني انا. اما ساتيا ساعتها بتشوف هنا على التلفزيون لاكشي، وساعتها تتكلم هنا وبتقول ان براهم استغلها والطفل اللي على ايديها ده يبقى ابنه، وانه كمان بيستغل الملجأ علشان يداري كل افعاله القذره. وبيكون طبعا جي هنا ورا الموضوع ده، وبيعمل رجاله جي هنا ثوره كبير قوي علشان يطالبوا ساعتها باعدام براهم، وبيولعوا ساعتها في صورته هنا، والدنيا ساعتها كلها بتتقلب هنا على براهم. ووقتها براهم هنا بيكون قاعد هنا هادي جدا، والشرطه ساعتها بتروح هنا وبتعتقله، بس كل اللي في الملجأ ساعتها بيقفوا معاه علشان كله هنا عارف ان لاكشي هنا كانت كدابه. ولما بيجي الشرطي هنا بيقوم معاه براهم بكل هدوء، وبيروح ساعتها براهم هنا السجن، وبيفرح جي هنا قوي اللي هو انتصر اخيرا على براهم. وبعد كام يوم بيروح جي هنا لبراهم وبيقول له شفت بقى انا قدرت ان انا انهيك ازاي، لو عاوز تخرج من هنا حط ايدك في ايدي علشان اقدر اطلعك وخلي كل اللي معاك يصوتوا لي. لكن براهم ساعتها بيرفض ان هو يتعاون معاه، فساعتها بيهدده هنا جي ان هو يفضل طول عمره في السجن. فبيقول له جي هنا للشرطي ان هو يفتح الباب، بس الشرطي ساعتها ما بيسمعش كلامه غير لما براهم هنا بيقول له افتح الباب. فبيتصدم جي هنا من نفوذ براهم، لكن ساعتها هو بيمشي وبيجي اتصال هنا لبراهم من موسيلي، وبنعرف ان موسيلي ده وبيكون موسيلي ده شخصيه مهمه قوي، وبيقول له موسيلي مين يقدر يحبسك وانا موجود. فبيقول له براهم ما تقلقش عليا انا كويس وكلها كام يوم وهخرج. فبيقول له موسيلي هنا اوعك تنسى في يوم من الايام ان اخوك الصغير دايما في ظهرك. وساعتها بيقفل السجن. اما جي هنا بيقرر ان هو يقتل بقى براهم وهو في السجن علشان يقدر بقى يحكم على الحزب كله، وفعلا بيبعت رجاله هنا عشان يقتلوا براهم، بس محدش ساعتها يقدر هنا يتغلب عليه، وبراهم ساعتها بيضربهم وبيقدر كمان يتخلص منهم كمان. ولاكشي ساعتها هنا بتحس بالذنب وبتبقى عاوزه تروح هنا تعترف بالحقيقه وان هي ظلمت براهم، بس جي هنا بيقول لكوكي يقتلها ويقتل كمان براهم. وطبعا فارما هنا بيروح يطلب مساعده نايدو، وجي بيرجع هنا لابادول وبيقول له براهم في السجن ابعت رجالتك المصنع تاني وبعت لي الفلوس. وفعلا ابادول هنا بيبعت رجالته بالمخدرات للمصنع تاني، لكن موسالي هنا بتتدخل وبيقدر ساعتها يفجر المصنع هنا بعربيات المخدرات. وساعتها بيتصل هنا ببراهم وبيقول له ان كل حاجه احنا خططنا لها حصلت. ولما بيعرف فارما ساعتها بيروح لجي وبيقول انا شايف انك تستسلم لبراهم احسن، لاننا بنخسر وقت ومجهود وفلوس كتير قوي ومش عارفين هنجيب الفلوس دي كلها منين تاني. بس جي هنا بيتعصب على فارما وبيزعق له وبيقول له انت تخرس خالص وانا اللي لازم اخد المنصب ده، انا ما عملتش كل ده علشان براهم هنا ياخد المنصب كده على الجاهز. وساعتها هنا بيطرد فارما، فبيحس فارما هنا باهانه كبيره قوي. وساعتها بيروح هنا لبراهم وبيقول له عارف ان انا غلطان بس خلاص ضميري صحي وعاوز ابقى معاك. فبيقول له براهم انت ضميرك ما صحيش، انت كل الحكايه ان جيبك بقى فاضي. فما بيعرفش هنا فارما يكذب اكتر من كده، وبيقول له لازم تقف لجي وانا اعتبرني من دلوقتي بقيت معاك. وبعدها ساعتها بيمشي. وفي الوقت ده بيروح شخص اسمه هنا راهول لكوكي وبيديله ساعتها شنطه فلوس وبيقول له ان جي هنا بعتني ليك علشان اتخلص منكم ومن الطفل. بس كوكي ساعتها بياخد منه هنا الطفل وبيقول له ارجوك لا ده مجرد طفل، اقولكش كمان هتسافر وتسمع كلامي. بس راهول هنا بيقول له ماليش دعوه انا لازم اقتلكم. فبيقول له كوكي هنا ان الطفل ده يبقى ابني انا، اقولكش كمان مراتي، ارجوك سيبهم يعيشوا واعمل فيا اللي انت عاوزه. فبيتصدم كوكي هنا لما بيعرف ان براهم هو اللي بيكلمه من التليفون بتاع راهول وبيعتذر لبراهم هو وبيعيط. بس براهم ساعتها بيقول له ان جي ناوي يغدر بيك ويقتلك انت وابنك ومراتك، انا عملت لك دلوقتي جوازات سفر، خد ابنك ومراتك وسافروا. وبيقفل براهم ساعتها الخط، لكن كوكي ساعتها بيقرر ان هو يعمل حاجه صح في حياته. وساعتها بياخد مراته هنا وبيروح لميرا الصحفيه اللي كانت شغاله في القناه اللي طلعت فيها لاكشي قبل كده. وبتروح ميرا هنا تلم كل التليفونات بتاعه الموظفين علشان ما حدش هنا يقول لرئيس القناه. وبسرعه هنا بيطلع كوكي ولاكشي هنا بيعترفوا بكل حاجه وان براهم مظلوم وهو اللي ساعدهم وبيحميهم كمان. وساعتها بيطلبوا هنا ان هو يخرج من السجن. ولما بيشوف جي هنا اللي بيحصل ساعتها بيتجن وبيتكلم هنا رئيس القناه. وساعتها رئيس القناه بيروح بسرعه هنا وبيتخانق مع ميرا وبيفسر ساعتها تردد القناه خالص قبل ما كوكي هنا ينطق اسم جي في الموضوع. وبتروح ساتيا هنا المستشفى بعد ما عرفت ان اختها فقدت الوعي في الجامعه، وبتبلغها الدكتوره ان اختها دي مدمنه مخدرات وتعبانه جدا. فبتدخل ساتيا هنا لجانفي وبتفضل تزعق لها وبتقول لها انت ازاي تمشي في الطريق ده وتوسخي سمعتنا كده، وان جي كان دايما واقف معاكي
يحميكي. بس جينفي ساعتها بتعيط وبتقول لها اللي انت جبتيه لنا ده شيطان وانت مفكراه ملاك، جوزك هو اللي بيديني المخدرات. لكن سادية ساعتها هنا بتضربها بالقلم وبتقول لها انت ليه بتقولي عليه كده؟ كل ده علشان تطلعي انت المظلومه. لكن جينفي ساعتها بتعيط وبتقول لها اسمعي كلامي ارجوك تساعديني. جي كان بيخلط لي المخدرات في الاكل لحد ما انا ادمنت، وبعد كده بقى بيجيبهولي عادي خالص، وكان بيستغلني هنا وبيقرب مني وبيعاملني زي الجري، ارجوكي ساعديني. فبتعيط سادية ساعتها هنا وبتحضن اختها، وبالليل بتواجه سادية هنا جي وبتضربه ساعتها بالقلم. لكن جي ساعتها هنا مش بينكر وبيقول لها اختك بقى قالت لك الحقيقه، انا اللي كنت بستغلها وخليتها كمان مدمنه، وعايزه تعرفي كمان انا اللي قتلت حبيبك القديم ومثلت عليكي ساعتها دور الحب علشان اتجوزك، وفعلا اتجوزتك. لو ما اكتفيتش بكده انا كمان قتلت ابوكي علشان كل هدفي هو منصبه، واي حاجه حصلتكم كنت انا اللي وراها ومش هتقدري تعملي لي اي حاجه. ولو قلت للناس ان اختك مدمنه ساعتها تتحبس هنا اختك 6 سنين وانت سمعتك ساعتها هتتدمر. انت مجبره ان انت تسكتي وانا ما عنديش مانع ان انا اقتلك انت كمان على فكره. وساعتها بيمشي هنا وبتكون ساعتها سادية هنا مظلومه، وساعتها بتفتكر هنا كلام باباها لما قال لها ان براهيم في يوم من الايام انت هتحتاجيه لانه هو هيبقى حمايتك. فبتاخد ساعتها تليفونها هنا وبتعيط وبتتصل ببراهيم هنا، ولاول مره ساعتها بتقول له اخويا الحقني، وبتقول له ان هو يقابلها. وساعتها براهيم هنا بيدمع هنا من فرحته ان اخيرا ساتيا هنا شافته ان هو اخوها، وبتطلب منه ساتيا هنا ان هي تقابله عند قبر باباها. وهناك بيطمنها ساتيا هنا وبيقول لها احنا اخيرا اتجمعنا قصاد اكتر شخص هنا كان نفسه ان انا وانت نتجمع. فبتعيط ساتيا هنا وبتقول له حقك عليا، كرهي ليك زمان خلاني اثق في واحد شيطان. وبتحكي له على كل حاجه حصلت، وبتقول له كمان ان جي قال للشرطي جينتا ان هو يهدد ان هو هيحبس اختي. لكن ساعتها جينتا هنا جالي وقال لي لو انت مش عايزاني اعمل كده مش هعمل، بس تسمعي كلامي الاول ونتصاحب. فساعتها بيتعصب براهيم هنا وبيركب ساتيا العربيه وبيقول لها روحي انت على البيت. وبيروح رجاله براهيم هنا وبيرزعوا جينتا حته دين علقه محترمه. وبيروح براهيم هنا يقولوا دي نتيجه انك تزعل اختي او حتى تبص لها نظره مش كويسه. وبعدها بيروح براهيم هنا رئيس القناه وميرا بتكون مراته، واول ما بيشوفوا رئيس القناه هنا بيخاف قوي، وساعتها بيعتذر له وبيقول ان هو كان خايف هنا من جي علشان كده اضطر ان هو يقف معاه ويسمع كلامه. فبيقول له براهيم خلاص جي خلاص انتهى من زمان، انت دلوقتي بتتعامل معايا انا، ولو غلطت انا مش هرحمك. وساعتها بيمشي. وبعدها بيجمع فرما هنا بامر من براهيم كل السياسيين في السينما بحجه ان في اجتماع مهم، وبيعرض لهم هناك فيديو للصحفي فيجو صاحب براهيم، وهو ساعتها بيعرض لهم هنا كل المستندات اللي بتثبت هنا جرايمهم وكمان فسادهم وكل الفلوس المسروقه واعمالهم كمان الغير قانونيه. وطبعا كله هنا بيخاف، وبيحصل ساعتها هنا حاله فوضى. ووقتها ساعتها بيظهر براهيم هنا وبيهددهم ان هو عارف عنهم كل حاجه وقادر دلوقتي ان هو يقتلهم واحد واحد ويحبسهم كمان، لكن هو هيديهم فرصه اخيره علشان يحققوا هنا العداله وكمان النظام ويوقفوا الفساد اللي بيحصل ده. اما ساتيا بقى فبتكتشف ان جي هنا خطف اختها وبيهددها ساعتها لو ما خلتش براهيم يوافق على ان جي يبقى مكان ابوها هو هيقتل اختها. وبيقفل ساعتها هنا وبيشكر جي هنا ابدول ان هو بيساعده. فبيقول له ابدول ما تقلقش من حاجه خالص، لوكس هو اللي بيحميك، وبياخده علشان يحتفل. وبتقول ساتيا هنا لبراهيم ان هو حتى خطف اختها. وبعد شويه هنا بنشوف موسالي هنا واقتحم هنا مكان لوك برجالته والاسلحه اللي معاه هنا وبيدمر المكان كله وبيقتل رجالته هنا، وبيكون محترف جدا لحد ما بيوصل هنا لبراهيم وبيحضن ساعتها هنا موسالي. وبيدخلوا هما الاثنين هنا قصر لوك اللي بيكون ساعتها فيه هنا الاحتفال، وبيقتلوا رجالته هنا. وبيدخلوا ساعتها على قاعه الاجتماع اللي بيكون فيها هنا جانفي، وبيصوب ابدول هنا المسدس ساعتها على موسالي وبيقول له موسالي ما تتدخلش انت في المساله دي. بس موسالي هنا بيقول له انا الوحيد اللي لازم اتدخل لانها عيلتي. وبيظهر وقتها هنا براهيم فبيخاف لوكس هنا وبيزعق هنا في رجالته والابدول كمان علشان ينزلوا هنا الاسلحه، وبيقول لهم انتوا اتجننتوا، براهيم ده يبقى الرئيس. وبيروح ساعتها لوكس هنا وبيبوس ايد براهيم، ووقتها جي هنا بينهار خالص من الصدمه. لكن ساعتها بيقول لبراهيم انا مش هموت لوحدي، وبيتصل بشخص هنا يقول له يقتل ساتيا، بس بيلحقها هنا ساعتها راهول وبيضرب نار هنا على سواق العربيه النقل اللي كان عاوز يقتلها. وبتتفاجئ ساتيا ان كل رجاله براهيم هنا حواليها كانوا دايما بيحموها هنا طول الوقت. فبيعرف جي هنا ان هو خسر، فبيجبروا براهيم هنا ان هو يستنشق هنا الدواء بتاع الربو اللي كان مسمم اللي جي هنا قتل بيها جي كي علشان يقتله هنا بنفس الطريقه. وفعلا جي بيعمل كده وبيموت. وبعد كده براهيم هنا بيعالج جانفي وخلى ساتيا كمان تاخد منصب ابوها، وقال لها ان هو هيسندها ويحميها طول العمر حتى لو هو بعيد عنها. وبيكون جوني هنا قاعد مع زميله في الشغل وبيقوله محدش بيقدر هنا يحل قضيه العراب حتى سيمون، اعتذر لكل الناس. وبتخاف هنا من لوكس، لكن لوكس بيبقى مجرد هنا خاتم في صابع العراب، لكن العراب هو رئيسهم. وبنكتشف ساعتها ان العراب ده يبقى هو نفسه براهيم، وموسالي ده يبقى اخوه الصغير. ولحد هنا فيلمنا خلص. لو عجبكم الفيلم وترخيصي ما تنسوش اللايك، لو لسه مشتركتش عندي في القناه
القناة اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه، واللي جاي احلى واحلى.